أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اليوم نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 77 شعبة كلها في النار إلا واحدة، من هي هذه الشعبة اللي هي باقية لا تدخل الجنة: السنة، الشيعة، الرافضة، الحوثي، الأخوان، الفاشر، حكام الخليج، اليهود، أهل فلسطين، أهل سوريا، من بالله فتنة خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اتسع خلق السنة وآن الأوان الذي يسترجع العقلاء، فيه الزمام من أيدي الجهال والفتانين. أيدي الجهال هم الفاشرة والعوثي والزبيدي وحركة حماس والخامنئي والأخوان المسلمين ومن عادوا. حكام الأمارات، حكام قطر والفتان، فإنه لا مصلحة الناجمين في إسلاء أن تموت القضاء لأن غفل عنها القائمون على نصرتها. احذر أن تكون غفلتك ونسيانك وانشغالك بالتفاهات الصارفة والقضايا الفرعية الزائفة سببا في موت قضيتك والعياذ بالله، فيكون ذلك مسمار يدق في نعش أمتك. لا ينصر الحق بالكذب، فأنهما نقيضان لا يجتمعان، وكفى بالمرء كذبا أن ينشر كل ما يقع تحت يده من الصور والمقاطع دون تأكد وبحث. ومن عواقب ذلك ارتفاع ثقة الناس فيما يخبرهم به أهل الصلاح، وتكذيبهم فيما هم فيه صادقون. تمرار هذه الشحناء الجاهلية المغيتة: المسلمون أمة واحدة، جعلناكم أمة مسلمة، ربها واحد ونبيها واحد وعدوها واحد. العدو الوحيد هم اليهود والنصارى، ونحن اليوم أعداء بيننا بالبين. اليوم قتل في السودان في فاشر، حتى فرعون ما عملش، وقد يقول وكل من يسعى للتفريق بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالقوميات والوطنيات، هذا قومي، هذا وطني، وهذا حزبي، وهذا فلان ضال. القناة اليوم باليوتيوب. أرسلت القناة حقك اليوم باليوتيوب. حذفوها. حذفوها. كيف؟ حذفوها. أقل الدكتورة أنا تعال القناة بالانستا ولا بالتيك توك اشتهر صح؟ والله مخالف لأوضح أصول الدين. أما حين يكون التفريق مبنيا على التحريش في التفاهات الملهية التي لا تبنى عليها الأمم ولا تقام الحضارات، فهو فوق ذلك أحمق جاهل لا يتبعه إلا أجهل منه. أكر لعل المعنى يستقر ويثمر عزما وحزما. يجب أن تغيرك الأحداث الجارية نحو الأفضل في العلم والعمل، وتستحق أن تكون من جيل النصر المنشود، وتشارك فيه نهضة متسللة من وراء ركام الهوان الحاضر. فإن لم تتغير لم تعد أن تكون رقم إضافة إلى سلاسل المنهزمين. فيا رضيعتك إذا سولتك نفسك يوما أن تخون القضية أو تغفل عن نصرة أحياء وتوالي من ولقوا في دماء كالحوثيين وحكام الأمارات وقطر والفاشر، ولغوا في الدماء البرية، فتذكر منظر الروح في حضن أبيها المكلوم الصابر، ثم فعل بعد ذلك ما يليق بإيمانك. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم وحد
شعوب العربية وانصرم على عدوهم الخارجي وداخلي. السلام عليكم.